أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الكرام، إن شاء الله في هذا الفيديو أيضا أصحح بعض الأخطاء الشائعة لدى الناس. دائما اكو كلمه دائما تسمعونها، انه دائما اصحاب المحلات، التجار، اي مكان تشتري فيه فد موضوع ويكون اكو عمله بينك وبين ذاك الشخص الثاني، الطرف الثاني، انه يابا كل شيء بعد العمله حرام، كل شيء بعد العمله حرام. يعني مثال، جيت انت اشتريت لك مثلا اشتريت لك موبايل زين، هاتف، وبعدين اتفقتوا انه هذا سعره يابا 200,000، دفعت الفلوس او اشتريته او وافقت بالسعر، وبعدين قلت له يابا بيها مجال تنزل لي تسوي مثلا 190 ب 180، فشو يقول لك ذاك البائع؟ يابا ترى احنا اتفقنا وكل شيء بعد العمله حرام. اخواني، هذه ليس لها اي علاقه بموضوع الحرمه، زين، ماكو هيك يعني كلام، لا في روايه، وانما نعم هناك كراهه عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ان هذا الشيء او هذا الامر فيه كراهه. ولكن سئل الامام الصادق عليه السلام عن هذا الموضوع، سئل على انه اذا انسان اشترى وبعدين اجى وراد ينزل من السعر، قال لا يوجد اشكال في ذلك، او ليس فيه اشكال، ولكن فيه كراهه، لان يعتبر راح تجي انت تتوسل وبذاك الشخص تنزل من قيمتك ربما، يعني من هذا الباب يعني. اما في الاحكام الشرعيه الخمسه المعروفه ما موجود، يعني ما موجود هيك موضوع. يعني مثلا الواجب هو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه، زين. الحرام هو ما عوقب فاعله واثيب تاركه. المسنون هو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. المكروه هو ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. اذا احبتي الكرام، ما موجود بهذا، يعني ما موجود انه والله ذا من المحرمات او كذا والواجبات وكذا، ما موجود هيك شيء. فانتم دائما شنو؟ دائما انه اخذوا الحذر من هيك مواضيع، وهاي مال انه حرام اذا صارت العمله حرام وبعدين صار اتفاق، لا، وانما بكراهه، خلاص، غير هذا ما. حياكم الله احبتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.